يا مساء الخير ويا مساء العافية عليكم بنات، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة، متباركين بالولادات الميمونة، الولادات الشعبانية المباركة. ولادة أئمة الهدى وأعلام الدجى، الإمام الحسين عليه السلام، والإمام العباس عليه السلام، والإمام زين العابدين، والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. جعلنا وإياكم من الموالين لأئمة الهدى عليهم السلام، ومن الثابتين على ولاية أئمتنا. مرحبا بنات، شلونكم؟ طبعا مثل ما تشوفون هاي راح أقدم وياكم طريقة عمل الصاج. الكل تعرفها طريقة الصاج، طريقة سهلة وبسيطة والكل يعرفها، فحبيت أسوي لكم هاي الطريقة. هذه طريقة الصاج. طبعا ما كان عندي موجود المايونيز، خليت كاتشب. فمثل ما تشوفون عندنا هذا صدر الدجاج. أول شي الدجاج الصدر كان جامد، فمو يعني موحته، وبعدين بديت أقطعه الأشكال اللي تردوها. هو سر القطع مالت صدر الدجاج، يعني هيك شلون أقلام. فقطعتها بهذه الطريقة مثل ما تشوفون قدامكم. وهنا بعد ما خلصنا التقطيع الدجاج، راح نبدي بالتتبيلة إن نتبلها. طبعا التتبيلة راح أخليها نص ساعة أو ساعة كاملة. فمثل ما تشوفون خليها دبس الرمان وزيت القياس أو اللي تخليه هو عينك ميزانك تشوفيهن. ومن بعدها أخلي التوابل اللي أحتاجها. أكو توابل موجودة، توابل الصاج، وأكو توابل أنا عندي بس فقط ذن اللي موجودات. خليت كركم، وأخلي كاري، وأخلي فلفل أسود. فبعد ما أخلصتهن التوابل، من بعدها أخلي الملح. هذني التوابل اللي فقط راح تخليهن تطلع كلش طيبة. وآخر شي أخلي الملح، ومن بعدها أخلي الروبة. الروبة طبعا هي روبة الزبادي، أفضل تكون من غير نوعية، لأن هذنيك نوعيات يكونن حامضة، فأنتي مخلية دبس الرمان بيه حموضة، فما يحتاج ذيك. أكو روبة يعني غير نوعية مو زينة مثل السفن، يعني ما تحتاج التتبيلة، تكون أفضل الزبادي. فهاي بعد ما تشوفون كملت التتبيلة، راح أتركها طبعا وخليتها اختلطت مع بعض. راح أخليه لمدة ساعة أو نص ساعة، ومن بعدها أبدي أشتغل بيه. فهاي شوفوا الخضروات اللي أحتاجها: البصل، راس بصل، والفلفل، وراس طماطة. وهاي قدامكم راح أبدي أقطع الخضار مثل الطماطة والفلفل والبصل. هاي بعد ما بقت التتبيلة تقريبا خليتها ساعة كاملة، وبديت خليت الدجاج المتبل كله كامل هو والتتبيلة. ما أخليه الزيت بالطاوة قدامكم، لا، لأن هي التتبيلة بيها زيت. مثل ما تشوفون قدامكم خليتها على الطباخ، وراح أغطيها الطاوة وأخليها تقريبا فد 10 دقايق، وراح تشوفون شكلها بعدين. وهاي هنا راح أبقى أقلب بيها من هنا لمن تشوفون الزيت والتتبيلة. طبعا شربت التتبيلة كلها على بالزيت وعلى النار، وكلش طيبة الطعم مالتها. صارت شلون يعني القص دجاج هيك نفس الطعم. وهاي قدامكم بعد ما هسه راح أخليها تقريبا دقيقة بس، ومن بعدها راح أخلي الخضروات. هنا أنا غيرت طبعا الطاوة،
فخليت زيت وخليت الخضروات اللي هو فلفل وبصل بالبداية، بس تشويحة قليلة، ووياها التتبيلة طبعا اللي كان بالطاوة القديمة اللي سويت بيها الدجاج. وهاي قدامكم راح أبقى أقلب بيهن المواد قليل تشويحة تصير بيهن، ومن بعدها أخلي الطماطة. وخليكم ويا الفيديو. وهنا بعد ما خلصنا الخضروات وخلصنا الدجاج كملناها جاهزة. من بعدها راح نبدي خبز الصاج. مايونيز ماكو ما موجود، فراح أخلي الكاتشب هذا اللي متوفر. فمثل ما تشوفون راح يعني طريقة سهلة نخلي الكاتشب أفضل راح تكون. وراح تشوفون أخلي الدجاج من بعدها. الدجاج التتبيلة خلت بيه طعم كلش طيب. ومن بعدها أخلي الخضروات مثل ما تشوفون قدامكم اللي شوحتن تشويحة بسيطة. وهاي من بعدها ألفها وراح أخليها بالكابسة مالت الصاج. لهنا بنات إن شاء الله خليكم ويا المقطع للنهاية، وأتمنى عجبكم هذا الروتين. لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة. هاي هنا بعد ما كملتهن راح أقطعهن بالطريقة اللي تحبوها انتو. وهاي قدامكم قطعتهن. طبعا الطعم كلش طيب صراحة، يعني الطعم كلش طيب وسهلات وهاي دائما يعني النواشف أو الأكلة مرات ما تقدرين تسوين طبخ أو الطبخين فتعب عليك، فهذني أكلات سريعة، وجبات سريعة كلش طيبة طعمهن. يعني تقدرين تاكليهن عشاء، تقدرين مثل العصريات. ولهنا بنات شكرا لكم وشكرا للمتابعة، ومع ألف ألف سلام.